مرحبا بكم مجددا في قلب مصر. قلب مصر النهارده على يمينه وعلى شماله كوكبة جميلة من الزملاء اللي بجد كان ليهم بصمة انهم يبقى مصر البلد وقلب مصر النهارده منور بيهم. انا بشكرهم جميعا، اخويا الاستاذ احمد راشد، اخويا وصديقي وتوأمي الاستاذ ممدوح القعيد، طبعا رئيس تحرير مصر البلد الاستاذ محمود رمضان، الزميلة العزيزة ايمان البدوي، اخي وصديقي الكبير الاستاذ حافظ عصفور، والاستاذ محمود عاشور المحامي، وكل الناس اللي موجوده ورا الكاميرا اللي هتبقى موجوده معانا دلوقتي. انا بشكركم جميعا وبقول شرفتوني النهارده. تقول ايه يا عم ممدوح؟ بقول لحضرتك شكرا على اللمسه ولمسه الوفاء والاخلاص، وده ليس بجديد على الاستاذ الورداني عبد الحافظ، وانا اعلم انها مرسله منك الى السيد الورداني عبد الحافظ، وهو كفيل ان يقوم بهذه المهمه برضه. كل سنه وانتم طيبين، وانا سعيد جدا النهارده اكون مع استاذي الاستاذ الورداني في هذا التكريم. اشكره جدا، وشرف لينا في قناه مصر البلد وكل المتواجدين والعاملين بيها ان نتواجد في هذا المكان. وكل سنه وانتم طيبين يا استاذ الورداني. انا بس عايز اسالك سؤال، هو ايه ورا التكريم بالظبط؟ نعم؟ ايه ورا التكريم بالظبط؟ اولا احنا الهدف من التكريم ان انا كنت لازما النهارده اوصل رساله ان مصر او قلب مصر لم ينجح ولم يستمر، وان شاء الله في التطوير اللي جاي خلال الحلقات الجايه الا بعد ما اكرم كل من ساهم وشارك في نجاح هذا البرنامج. متشكرين يا استاذ ورداني. ايمان عايزه تقول ايه يا ايمان؟ عايزه اقول شكرا استاذ ورداني، شكرا ان انت جمعتنا مع بعض النهارده، وبقول مبروك للبرنامج. برنامج ما كانش هينجح الا بفريق عمل كامل. بشكركم وبتمنى طبعا ربنا يوفقكم الايام الجايه، وبتمنى لكم الافضل، وان انتم مش تبقوش يوم واحد في الاسبوع ويوم الخميس، لا تبقوا يوم جمعه وسبت وحد واثنين وثلاث وايام الاسبوع كلها ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا استاذ ورداني اللي جمعتني مع الناس الحلوه دي. بارك الله، شكرا ليك يا ايمان. وعايز النهارده اشوف الاستاذ حافظ عصفور هيقول ايه. انا الاول عايز اوجه الشكر لاخويا الصغير الاستاذ ورداني انه اتاح لنا الفرصه ان احنا نكون في وسط الكوكبه الجميله دي. استاذ ورداني انت معروف ان انت نشيط جدا وانسان ناجح وانسان موفق. انا بشكرك باسمي وباسم كل الاعلاميين اللي شغالين في او موجودين في قناه مصر البلد، واوجه التحيه لكل الناس اللي موجوده في مصر البلد النهارده، لان فعلا القناه دي احتضنت اكتر البرامج وكانت سبب كبير في نجاح بعض الزملاء الاعلاميين. انا بوجه لك الشكر وبوجه الشكر لكل الزملاء اللي حضروا النهارده. بس استاذنك يا استاذ ورداني، انا عايز اوجه تحيه صغيره لجيش مصر. انا بوجه التحيه النهارده من قناه مصر البلد برنامج قلب مصر الى كل الجيش المصري، وانا سعيد عن نفسي جدا. انا عندي ابن موجود في الجيش المصري النهارده، وبوجه التحيه لكل رجال القوات المسلحه والشرطه المصريه اللي ان شاء الله في عهدهم هنشوف الامن والامان، ورحم الله شهدائنا من ابناء القوات المسلحه والشرطه، ورحم الله ابنائنا من كل ابناء مصر. شكرا استاذ ورداني، واشكرك جدا جدا. لو اتكلمت كتير مش هعرف اوفيك. الله يخليك يا حبيبي، تسلم لي. شكرا ليك. واخويا الاستاذ محمود عاشور. بسم الله الرحمن الرحيم. بوجه كل الشكر والتقدير لقناه مصر البلد، الاستاذ ورداني عبد الحافظ اللي جمعنا كلنا مع بعض اخوه، وشكر وتقدير لكل من ساهم في هذا البرنامج، وان شاء الله في ازدهار وتقدم دايما باذن الله. شكرا استاذ محمود. طبعا النهارده لازما معانا رئيس تحرير قناه مصر البلد اللي اكيد هينوب عن طبعا المهندس مصطفى كمال، الراجل المحترم اللي كان مفترض هيبقى موجود معانا النهارده، ولكن لظروف خارجه عن ارادته لم يستطع ان يشاركنا هذا الاحتفال البسيط. اكيد النهارده محمود رمضان اخويا الصغير ورئيس تحرير القناه، حابب تقول يا استاذ محمود؟ والله بحب اشكرك على التكريم النهارده، ودي حاجه كويسه لينا كلنا ومبسوطين بيها، القناه كلها بتشكرك عليها. الله يخليك. نيابه عن المهندس مصطفى والاستاذ مصطفى بربري جرافيك ومحمد عبده المدير الاداري، كلنا بنشكرك والله، ودي حاجه كبيره لنا عندنا، وبالتوفيق ليك دايما يا استاذ حافظ. شكرا. طبعا النهارده انا النهارده انا سعيد جدا بكل اللي موجودين. اخويا احمد راشد المونتاج دايما اللي تعبه هو، واخويا احمد بكري
وده حد يعني عنده شط، يعني الخلق بتاعته دمس قوي كده، وحد تحس انه بيتكسف يعني، فمش عارف ايه الحكايه بالظبط. احب اشكر حضرتك يا استاذ الله يخليك على اللي انت جمعتنا كده النهارده، وشكرا ليك. بالتوفيق دايما. اهلا ومرحبا بكم مجددا في قلب مصر. قلب مصر النهارده على يمينه وعلى شماله كوكبه جميله من الزملاء اللي بجد كان ليهم بصمه انهم يبقى مصر البلد وقلب مصر النهارده منور بيهم. انا بشكرهم جميعا، اخويا الاستاذ احمد راشد، اخويا وصديقي وتوامي الاستاذ ممدوح القعيد، طبعا رئيس تحرير مصر البلد الاستاذ محمود رمضان، الزميله العزيزه ايمان البدوي، اخي وصديقي الكبير الاستاذ حافظ عصفور، والاستاذ محمود عاشور المحامي، وكل الناس اللي موجوده ورا الكاميرا اللي هتبقى موجوده معانا دلوقتي. انا بشكركم جميعا وبقول شرفتوني النهارده. تقول ايه يا عم ممدوح؟ بقول لحضرتك شكرا على اللمسه ولمسه الوفاء والاخلاص، وده ليس بجديد على الاستاذ الورداني عبد الحافظ، وانا اعلم انها مرسله منك الى السيد الورداني عبد الحافظ، وهو كفيل ان يقوم بهذه المهمه برضه. كل سنه وانتم طيبين، وانا سعيد جدا النهارده اكون مع استاذي الاستاذ الورداني في هذا التكريم. اشكره جدا، وشرف لينا في قناه مصر البلد وكل المتواجدين والعاملين بيها ان نتواجد في هذا المكان. وكل سنه وانتم طيبين يا استاذ الورداني. انا بس عايز اسالك سؤال، هو ايه ورا التكريم بالظبط؟ نعم. ايه ورا التكريم بالظبط؟ اولا احنا الهدف من التكريم ان انا كنت لازما النهارده اوصل رساله ان مصر او قلب مصر لم ينجح ولم يستمر، وان شاء الله في التطوير اللي جاي خلال الحلقات الجايه الا بعد ما اكرم كل من ساهم وشارك في نجاح هذا البرنامج. متشكرين يا استاذ ورداني. ايمان عايزه تقول ايه يا ايمان؟ عايزه اقول شكرا استاذ ورداني، شكرا ان انت جمعتنا مع بعض النهارده، وبقول مبروك للبرنامج. البرنامج ما كانش هينجح الا بفريق عمل كامل. بشكركم وبتمنى طبعا ربنا يوفقكم الايام الجايه، وبتمنى لكم الافضل، وان انتم مش تبقوش يوم واحد في الاسبوع ويوم الخميس، لا تبقوا يوم جمعه وسبت وحد واثنين وثلاث وايام الاسبوع كلها ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا استاذ ورداني ان جمعتني مع الناس الحلوه دي. بارك الله، شكرا ليك يا ايمان. وعايز النهارده اشوف الاستاذ حافظ عصفور هيقول ايه. انا الاول عايز اوجه الشكر لاخويا الصغير الاستاذ ورداني انه اتاح لنا الفرصه ان احنا نكون في وسط الكوكبه الجميله دي. استاذ ورداني انت معروف ان انت نشيط جدا وانسان ناجح وانسان موفق. انا بشكرك باسمي وباسم كل الاعلاميين اللي شغالين في او موجودين في قناه مصر البلد، واوجه التحيه لكل الناس اللي موجوده في مصر البلد النهارده، لان فعلا القناه دي احتضنت اكتر البرامج وكانت سبب كبير في نجاح بعض الزملاء الاعلاميين. انا بوجه لك الشكر وبوجه الشكر لكل الزملاء اللي حضروا النهارده. بس استاذنك استاذ ورداني، انا عايز اوجه تحيه صغيره لجيش مصر. انا بوجه التحيه النهارده من قناه مصر البلد برنامج قلب مصر الى كل الجيش المصري، وانا سعيد عن نفسي جدا. انا عندي ابن موجود في الجيش المصري النهارده، وبوجه التحيه لكل رجال القوات المسلحه والشرطه المصريه اللي ان شاء الله في عهدهم هنشوف الامن والامان. ورحم الله شهدائنا من ابناء القوات المسلحه والشرطه، ورحم الله ابنائنا من كل ابناء مصر. شكرا استاذ ورداني، واشكرك جدا جدا. لو اتكلمت كتير مش عارف اوفيك. الله يخليك يا حبيبي، تسلم لي. شكرا ليك. واخويا الاستاذ محمود عاشور. بسم الله الرحمن الرحيم. بوجه كل الشكر والتقدير لقناه مصر البلد، الاستاذ ورداني عبد الحافظ اللي جمعنا كلنا مع بعض اخوه، وشكر وتقدير لكل من ساهم في هذا البرنامج، وان شاء الله في ازدهار وتقدم دايما باذن الله. شكرا استاذ محمود. طبعا النهارده لازما معانا رئيس تحرير قناه مصر البلد اللي اكيد هينوب عن طبعا المهندس مصطفى كمال، الراجل المحترم اللي كان مفترض هيبقى موجود معانا النهارده، ولكن لظروف خارجه عن ارادته لم يستطع ان يشاركنا هذا الاحتفال البسيط. اكيد النهارده محمود رمضان
اخويا الصغير ورئيس تحرير القناه، حابب تقول يا استاذ محمود؟ والله بحب اشكرك على التكريم النهارده، ودي حاجه كويسه لينا كلنا ومبسوطين بيها، القناه كلها بتشكرك عليها. الله يخليك. نيابه عن المهندس مصطفى والاستاذ مصطفى بربري جرافيك ومحمد عبده المدير الاداري، كلنا بنشكرك والله، ودي حاجه كبيره لينا عندنا، وبالتوفيق ليك دايما يا استاذ حافظ. شكرا. طبعا النهارده انا النهارده انا سعيد جدا بكل اللي موجودين. اخويا احمد راشد المونتاج دايما اللي تعبه هو واخويا احمد بكري، وده حد يعني عنده شط، يعني الخلق بتاعته دمس قوي كده، وحد تحس انه بيتكسف يعني، فمش عارف ايه الحكايه بالظبط. احب اشكر حضرتك يا استاذ الله يخليك. على اللي انت جمعتنا كده النهارده، وشكرا ليك. بالتوفيق دايما يا رب. طبعا انا بشكر كل الناس، وبشكر كل الزملاء حتى اللي في ظروف ما جاتش، اخويا الاستاذ ادم وانت تمام. طبعا الكنترول اللي مش عارف ينزل، لا هتنزل يا استاذنا، هينزل، لا هتنزل، لا هتنزل يا عم حمدي تمام. ولا لا استاذ رمضان طبعا المجموعه كلها هتبقى موجوده معانا تمام، ويا ريت الناس اللي عندك تبقى موجوده والناس كلها. هنطلع احنا طبعا لا زي ما انتم موجودين. ايوه تمام. طبعا عم حمدي لا هتنزل لي، تعالى يا عم محسن، تعالى يا عم رمضان، تعالى يا استاذ انزل يا حمدي. حمدي انزل يا حمدي، يلا تعالوا اتفضلوا نور، اتفضلوا. انت وجاي والنبي معلش هات لي الميداليات. طبعا فعلا فعلا والله بجد الاستاذ حمدي، انا اقول لك يا استاذ حمدي انت اكتر واحد قوتني في الشبكه على الهواء. شكرا. شكرا يا استاذ حمدي. تعالى لي هنا بقى. شكرا. طبعا انا لازم نقول كلمه. اخويا الاستاذ حمدي السيد اللي تعبته كتير قوي معايا، واللي قدر بفضل شغله هو واخويا الاستاذ محسن وهيثم. طبعا هيثم طبعا اللي موجود دلوقتي في الكنترول في الاخراج طبعا عشان مش قادر ينزل. انا بشكرك جدا يا هيثم، وبالتوفيق دايما. حمدي اولا انا بحييكم كلكم وبشكركم جدا على الدروع الهائله دي، وربنا يكرمكم. انا عاوز اقول لكم على حاجه، انا